ازاي تخلي اسمك من مجرد اسم عادي لبراند نيم الناس تبحث عنه؟ جرب دلوقتي تدخل على جوجل واكتب اشهر المحامين في السعوديه او اشهر الاطباء في مصر. ايه اول حاجه هتلاحظها؟ هتلاقي اسامي معينه بتظهر في الاول والنتائج بتبدا تتكرر قدامك في كذا موقع موثوق. وهقول لك على معلومه، النيمز او الاسماء اللي في اول النتائج مش شرط انهم الافضل، ولكن الاكيد ان هم الاشطر في بناء صورتهم الرقميه. ومعظمهم ظهر في اول نتائج البحث لانه عنده مقال مكتوب عنه وبيشير ليه، بيحكي عن شغله، خبرته، القضايا اللي اشتغل عليها، انجازاته القانونيه. ده بالنسبه طبعا للمحامين، وبيخلي جوجل يشوفه كمصدر موثوق، وده اللي بيبدا يخلي العميل انه يثق فيك حتى قبل ما يكلمك. وهنا بيجي دور خدمه منصه كراون جورنال اللي بنقدمها. طب ايه هي الخدمه اللي بنقدمها؟ اول حاجه بنقدر نكتب لك مقاله احترافيه عنك وعن كل انجازاتك ومسيرتك العمليه، صوره خاصه ليك، صوره من عملك. حتى لو حابب تحط السي في بتاعك نقدر نحطه لك داخل المقال. ومش بس كده، لا، بنبدا خطوه تانية، وهي ان احنا نهيئ الارتكل دي لمحركات البحث بحيث انها تظهر بشكل بروفيشنال وفي النتائج الاولى لما حد يبحث عن الاسم او الكلمه المفتاحيه اللي انت بتارجتها في الارتكل بتاعك. وطبعا في كراون جورنال اشتغلنا مع شخصيات مؤثره ومحترفه جدا في مجالات مختلفه زي المحاماه، الطب، الهندسه، رياده الاعمال، الانفلونسرز، وقدرنا نحقق معاهم نتائج قويه جدا، وبقى متصدرين نتائج البحث في جوجل على البراند نيم او اسمهم الشخصي. بس للاسف عشان نحافظ على البرايفسي مش هينفع نعرض اسمائهم في الفيديو، لكن لو حابب تشوف وتجرب السيرفيس بنفسك ابعت لنا رساله دلوقتي والدعم الفني هيبدا يرد عليك، وهنبعت لك البورتفوليو بالكامل وبالتفصيل وبالاسعار. يلا كلمنا دلوقتي، مستنينا.